بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كراتة جلد طبيعي من غير خياطة. هنستخدم 4 كباسين بس. ممكن نستخدمها كراتة، ممكن نحط فيها فلوس او نحط فيها كوينز زي ما احنا عاوزين. لما شفت فكرة التصميم ده عجبتني وحبيت انفذه معاكم بطريقتي عشان نشرح المقاسات وطريقة تركيب الكباسين خطوة بخطوة. يلا نبدأ. اول حاجة معايا هنا الباترون بتاعي. القطعة الكبيرة دي 12 سنتي في 12 سنتي، والقطعة الاصغر دي 8 سنتي في 8 سنتي. اول حاجة هنبتدي نعلم الباترون بتاعنا على الجلد. زي ما اتفقنا ان احنا هنستخدم هنا قلم علام، مش هنستخدم قلم جاف ولا قلم رصاص، عشان قلم العلام بقدر ان انا امسحه بسهولة لو في اي غلط. هبتدي هنا اقطع الجلد بتاعي. طبعا زي ما اتفقنا القطر بتاعنا لازم يبقى حامي عشان اقدر اقطع الجلد بسهولة ويكون كمان مظبوط. كده انا قطعت الجزء الاول، هبتدي بقى اقطع الجزء التاني الصغير. كده انا قطعت القطعتين بتوعي خلاص. هبدأ بقى احط الباترون بتاعي على الجلد عشان اعلم مكان فتحات الكباسين. هنفتح كده 4 فتحات، كل فتحة بتكون على بعد سنتي من حرف الجلد. هبتدي بقى كده افتح الكباسين في القطعة الصغيرة، كل فتحة بتكون على بعد سنتي ونص من حرف الجلد. هبتدي بقى هنا اركب الكباسين بتاعتي. الكبسونة دي اسمها الكبسونة السوستة، وده السنبك بتاعها اللي بدق بيه الكبسونة. كده انا ركبت ال4 خلاص. هبدأ بقى هنا اركب الجزء التاني من الكباسين. وده السنبك بتاعها بيكون مختلف عن السنبك اللي دقيت بيه الكبسونة الاولانية. زي ما احنا شايفين بتتركب بسهولة، وان شاء الله هنعمل فيديو منفصل هنشرح فيه طريقة تركيب الكبسونة بالتفصيل. كده انا خلاص ركبت الكباسين بتاعتي كلها، وكده بنكون خلصنا مع بعض الكراتة. زي ما احنا شايفين جميلة وبسيطة ومن غير اي خياطة، استخدمنا بس فيها الكباسين.
لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.